كنا جالنا امبارح كان بيشتكي ان عنده نظاره عايز يخلص منها. الحمد لله كان نفسه صعب شويه، كان عنده طول نظر مع استجماتيزم. ان شاء الله نقدر نطمن عليك وقلنا تبقى كويس. بص مع بعض بقى نظر ونشوف. دي هنا عندي شمال يمين شمال هي فوق شايف دي بقى؟ استنى تحت اه شمال اه يمين تمام. شايف دي كده؟ يمين تمام شمال. أنا اسمي محمد عماد حمدي. سني 28 سنة. كنت طبعا أنا مشكلتي كان كلها من صغري إن أنا كنت بلبس النضارة ولحد ما اتخنقت وزهقت منها. فطبعا حد كان رشح لي الدكتور أحمد، وطبعا دخلت أصلا قبلها على البيج بتاعت الصفحة بتاعت المركز وسرشت عنها الصراحة، لأن أنا موضوع العين ده بحب أسرش عنه مرة واتنين وتلاتة. فلقيت طبعا ريفيو فيدباك عن الدكتور أحمد كان حاجة محترمة يعني. فروحت طبعا كشفته كان بالمتابعة، وبعد كده هو كشف عليا طبعا الأول إن في ساعات دكاترة بيجوا يقولوا لا تعالى نعمل العملية على طول. لا الدكتور أحمد حدد لي من الأول قال إن كانت ممكن هتنفع أو لا يعني. فطبعا الدكتور أحمد كان الله يبارك له ماشي معايا ستيب باي ستيب خطوة بخطوة طبعا، لحد ما الحمد لله يعني عملنا العملية وكل حاجة كانت مشيت تمام. وده طبعا تاني يوم ليا متابعة بعد ما عملت العملية امبارح، ده تاني يوم ليا متابعة النهاردة، والحمد لله عملنا زي تيست كده نظري ما شاء الله يعني جايب معايا 6/6. فأنا حابب أشكر الدكتور أحمد، وما زلت لسه في متابعة معاه لأن احنا بنفضل برضه على تواصل بخصوص العملية دي إن هي بتبقى عايزة متابعة على طول. فأنا حابب أشكر الدكتور أحمد شكر كبير جدا على المتابعة اللي هو بيعملها لي ده.